السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض بقى أكلة كده كلنا بنحبها، المحشي والحمام المحشي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. يلا بينا. شوية المكونات اللي قدامكم دول هنعمل بيهم أحلى محشي وأحلى حمام محشي هتدوقوه في حياتكم. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه بالحاجات الحلويات اللي قدامنا دي. يلا بينا. هنجيب الحلة بتاعتنا وهننزل فيها بالمادة الدهنية بتاعتنا. عايزه تحطي سمنه، زبده، سمنه بلدي، براحتك خالص. انا بستعمل عباد، زيت عباد، عشان الكوليسترول زي ما قلت لكم قبل كده. وهننزل عليهم بكميه حلوه من البصل وكميه حلوه من الفلفل علشان يخلوا كده المحشي بتاعنا طعمه حلو. هديله تقليبه حلوه، ومش مطلوب مني ان انا هديله لون، انا بس هدبله يا جماعه. وبعد كده اول لما يدبل هنزل عليه بالخضره. هتقولي خضره دلوقتي ازاي يا ستي؟ ده هنحطهم لما نيجي نحط الصلصه مع الرز. لا، انا بقى بحط شويه خضرة صغيرين، قولي كده كبشة كده من الخضرة، وتسيبيهم مع البصلة كده تقلبيهم تقليبة حلوة مع بعض كده، هيطلع ريحته كده وهتلاقي الشقة كلها ريحتها محشي والشارع ريحته محشي والعمارة ريحتها محشي. مش عايزة اقولك الريحة بتبقى مفحفحة حلوة ازاي. انا مش هسيبهم كتير، بس هقلبهم تقليبه كده بسيطه وهنزل عليهم بالطماطم بتاعتنا. عايزه تحطي طماطم بيوريه معاها عشان خاطر تبقى حمراء او تعززي اللون براحتك خالص. انا كانت الحمد لله طماطم عندي حمراء ومش محتاجه ان انا احط لها صلصه طماطم. هنزل عليها بالملح والشطه والفلفل الاسود، وهنزل عليهم بشويه كمان بابريكا وكمون وكزبره وشويه سكر او معلقه صغيره من السكر علشان تعدل لي حموضه الصلصه اللي عندي. مش عايزه اقولك لما تعملي الحركه دي مع المحشي الريحه اللي بتبقى في البيت بتبقى عامله ازاي، بتبقى رهيبه يا جماعه. هديها تقليبه حلوه واسيبها لغايه ما تتسبك، ولو عايزه تحطي مرقه دجاج حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش براحتك خالص. وبعد كده هسيبها لغايه ما تتسبك زي ما انا قلت لكم. اول لما تحسي كده، لما تيجي تفتحي عليها وتلاقيها كده الزيت جه على وش الصلصة، يبقى كده تمام. هاجي دلوقتي بقى هنعمل الشوربة اللي هننزل فيها بالحمام المحشي بتاعنا. هنجيب المية ونحط عليها بصلاية وطماطماية وجزراية ونص برتقانة، على فكرة بتخلي طعم الحمام حلو جدا، وحبهان وشوية فلفل أسمر. وطبعا مش هنسى التوم، انا حطيته في الاول، وبعد كده احطها على النار لغايه لما تغلي، وبعد كده هسقط فيها الحمام بتاعي. هاجي اعمل بقى شويه الرز اللي انا هحشي بيهم الحمام بتاعي. بصلايه، جزرايه مبشوره، طماطمايه واحده مبشوره، وفلفل اسمر وملح وشويه شطه صغيرين، وحبة هان مطحون، وحبة قرفة صغيرين خالص، الحمام بيحب القرفة. وشوية بابريكا طبعا. طبعا ده كله مع بعضه هنبتدي ان احنا بايدينا كده او بايديك يا ست الكل تفضلي تعملي فيهم زي ما بعمل كده، لغايه لما العصاره بتاعتهم تبتدي ان هي تحسي ان هي نزلت شويه منهم كده. تمام تمام. بعد كده هنجيب الرز بتاعنا وهنحطه على الخلطه اللي عندي، وهديله التقليبه الحلوه زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحمام بتاعي انا غسلاه ومنضفاه وحطاه في محلول النقع وكل حاجه. بصوا مخليه فل شمعة منوره. بعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه تاني مع الحمام. الحمامة عندي اهو، بالنسبة من عند الزور كده انا فاتحة او مورقة الحمامة بتاعتي، يعني ايه؟ يعني فاتحة من عند الزور الجلد فصلاه عن اللحم، وبالنسبة برضو من عند البطن عاملة نفس الحركة. هاخد كمية من الرز علشان ما بهدلش الرز كله عشان الزفارة انتوا عارفين، هاخد كمية في الطبق احشي بيها، ولما احتاج هاخد تاني. هبتدي دلوقتي اخد الحمامة بتاعتي واحشيها من عند بطنها، انا ما بحشيش من تحت الجلد اللي هو من عند البطن، تمام؟ بخاف عموما يعني. بحط دلوقتي الكبده والقلب والقنصه بقفل بيهم الحمامه بتاعتي، ما تحشيش الحمامه قوي يا جماعه عشان خاطر انا عاملاه الرز ني. انا عارفه ان الحمام بتاعي هياخد سوا شويه، الست اللي انا اشتريت منها قالت لي هياخد سوا معاكي شويه فحطي الرز ني، فقلت لها تمام. هاجي بقى من عند الزور هنا وهبتدي احط كميه برضو رز معقوله. طبعا لو الحمامه بتاعتك صغيره هتدي تشويحه للرز وهتحطي له نص كميه الرز ميه، تمام؟ وهتسيبيه لغايه ما يتشرب وتحشي بيه الحمام بتاعك زي ما انتم شايفين كده. كتفنا طبعا الحمامه من عند رجليها ومن عند ايديها زي ما انتم شايفين عشان شكلها يبقى عاطفي كده لما تيجي نحطيها في الطبق. زي ما انتم شايفين كده الحمامه خلصت. انا هخلص الكميه وهرجع لكم تاني على طول، لغايه بقى لما الميه تغلي. هعصر عليها نص البرتقانه التانية وهسيبها مع نفسها شويه على جنب كده، تمام؟ خلاص الميه بتاعتي غليت زي الفل. هنزل بقى بالحمام بتاعي، ولما تيجي تنزلي بالحمام بتاعك يا جماعه
تحطيها من ناحيه الظهر، يعني ما تحطيش بطنها لتحت، خلي ظهرها بس هو اللي تحت كده زي ما انتوا شايفين. طبعا تبلنا الشوربه بتاعتي بالملح ونزلنا بالحمام بتاعنا، واول لما يبتدي يغلي غلوتين كده هوطي عليه خالص وهسيبه يستوي مع نفسه كده على الهادي. وبعد كده رحنا بقى للصلصه اهي خلاص اتسبكت وبقى زي الفل. هجيب الرز بتاعنا اللي احنا غاسلينه ومظبطينه، هنزل عليه بشويه الخضره بتاعتنا. طبعا ده غير الخضره اللي احنا كنا حاطينها في الاول يا جماعه، دي خضره تانية اهو. وهنديله التقليبه الحلوه زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليه بالصلصه بتاعتي. هتحطي كميه الصلصه يعني حسب ما تبقى لونها حلو معاكي، لو فضلت معاكي شويه صلصه مفيش اي مشكله، حطيهم في كيس التخزين وتحطيهم في الفريزر لما تيجي تستعمليها مره تانية. طبعا اللون بتاعها كان زي الفل، مش محتاجه ان انا احط صلصه تاني. بصوا بالنسبه للكوسه هتجيبي شوكه وتعمليها زي ما انا عاملاها كده. وبالنسبه للتقوير يا جماعه ما تعودوش تقوروا في الكوسه لغايه اما تنحلوا وبرها يا جماعه، لا انتوا بس تشيلوا كميه البذر اللي جواها، غمضي يعني كده تمام خلاص. حشينا المحشي بتاعنا. وبالنسبه للحشو بتاع المحشي يعني ما تحطيش محشي بكميه كبيره في الكوسه او في البتنجان، يعني سيبي تقريبا عقله صباعك من فوق فاضيه في البتنجانه او في الكوسايه اللي عندك. هتجيبي الشوربه هتحطي عليها معلقتين كده من الصلصه بتاعه المحشي بتخلي طعمها حلو قوي، ومعلقه من الملح يعني تحيقيها تخلي طعمها حلو. وبعد كده هنجيب المحشي بتاعنا، وهعمل الحركه دلوقتي معاكم. انا على طول اول لما اتجوزت كنت اما اجي احط الميه كانت تبهدل المحشي كله، فقلنا نحط طبق كده ونبتدي ننزل عليه الشوربه بتاعتنا عشان ما تبهدلش المحشي زي ما انتم شايفين كده. تمام احنا كده خلاص خلصنا وحطينا كميه الميه اللي احنا محتاجينها للكوسه اللي عندنا. هجيب برضو البتنجان وهعمل نفس الحركه اللي احنا عملناها مع الكوسه. تمام. والبصل ده مش هرميه، ده انا هحطه ده حلو جدا. خلاص كده بصوا بقى، الميه بتاعت البتنجان غير بتاعت الكوسه خالص. الميه بتاعت البتنجان بتحطي الميه لغايه 3/4 البتنجانه اللي عندك، اما الكوسه لغايه نصها بس ميه، لان الميه الكوسه بتنزل ميه فما نكترش. طبعا احنا حطيناهم على النار وسبناهم يستووا، واول لما شربوا الميه بنوطي عليهم خالص وبنسيبهم يستووا على الهادي. وطلع معانا الحمام زي ما انتم شايفين، دحرجناه في شويه زبده كده او شويه سمنه بلدي اللي عندك استعمليه. وطلع زي ما انتم شايفين حاجه تفتح النفس، وكان يوم زي الفل. يا رب يكون الوصفه بتاعت النهارده عجبتكم ونالت رضاكم واكون خفيفه على قلبكم. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. لو عجبك الفيديو يا ست الكل اوعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. اشوفكم المره الجايه على خير في حفظ الله، مع السلامه.